النساء ضيعت الآن إلا من رحم الله عز وجل، فإن الرجال ضيعوا مسؤوليتهم الذين جعلهم الله قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، تركوا لهن الحبل على الغارب، يتسابقن في الزينة والملابس الخليعة، كاسيات عاريات. والله إن كثيرا من نساء المسلمين يلبسن ملابس فاضحة لا يلبسها نساء الكفار على كفرهم، في المحافل التي تقام بمناسبات الزواج، في الفنادق أو في الاستراحات وما أدراك ما الاستراحات، وفي الأسواق التجارية تجد النساء مضيعات سائبات يتزين بما يملي عليهن شياطين الإنس والجن، ولا أحد يغار ولا أحد ينكر، ويتابعهن أهل الفسق، يتابعونهن في مشيهن وفي أينما كن ويفتخرن بذلك. تفتخر الواحدة أن الأشرار ينظرون إليها ويعشقونها وتفتخر بذلك. أين وليها؟ أين قيمها؟ أين المسلمون؟ أين الغيرة لله عز وجل؟ فكيف تستغربون إذا جاء العدو وأحاط بكم الآن يهددكم بأسلحته الفتاكة التي ليس لكم بها طاقة ولا مقابلة إن لم ترجعوا إلى الله عز وجل وتتوبوا إليه توبة صحيحة، فإن الخطر عظيم. الله جل وعلا يقول: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين.